السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فتحي، وده الفلوج اللي انا هتكلم فيه عن بلاك هات مينا. في الفلوج ده هحكي لكم قصة بقى بلاك هات مينا ورحت ازاي والحاجات دي وايه هو بلاك هات مينا وكل اللي انت محتاج تعرفه. في الحقيقة دي اول مرة اروح ايفنت بره مصر بصراحة. وعلى مدار السنين اللي فاتت شاركت في ايفنتات كتير جدا في مصر الحمد لله، وكنت بحاول اشوف الناس بتفكر ازاي وكده. والحقيقه كانت تجربه مثمره جدا ان انا اروح بلاك هات مينا. استفدت منها شخصيا وهكررها تاني ان شاء الله السنين الجايه لو الواحد ليه عمر يعني. لان انا في خلال الفتره دي قابلت شركات كبيره جدا، يعني كنت قابلت ناس من مانديانت، قابلت ناس من كلاود فلير، قابلت ناس من شركات كبيره جدا على مستوى العالم. كلهم عندهم نفس الاهتمام بتاعي، ان انا مهتمين بالسايبر سيكيورتي والانفورميشن سيكيورتي والحاجات اللي ليها علاقه بكل امن معلومات المنظمات اللي احنا شغالين فيها او الحاجات اللي هم شغالين فيها. في اول الرحله انا حجزت طياره ورحت عملت عمره الحمد لله، ودي اول مره اعتمر فيها. والحمد لله كانت تجربه جميله جدا، ان شاء الله اكررها السنين الجايه تاني. وبعد كده سافرت من جده للرياض عشان احضر الايفنت. في الفترة دي أنا كان عندي فترة بسيطة جدا كده، كام يوم قابلت فيها باشمهندس سامح دعبس وقابلت باشمهندس محمد المهدي. ورحت عملت معاهم بودكاست في البيت كده عن ايه هي قبيله، وقبيله بتعمل ايه، والحاجات الجميله دي كلها. انا عارف ان احيانا احنا بنطلع بره اطار السايبر سيكيورتي، بس قبيله تستحق ان احنا نجربها، وان احنا يبقى عندنا بلاتفورم عربيه بتتكلم في توبيك عربيه بطريقه. يعني انا شايف ان هي جميله جدا، الناس كتير جدا بتستفاد، وانا شخصيا بستفاد منها، من ان هي موجوده يعني عندنا في الوطن العربي يعني. تاني حاجة رحت تاني يوم، أو خلينا أول يوم في بلاك هات. طبعا أنا عايز أقول لكم المشوار من الرياض لمدينة ملهم اللي هي أو ملهم، مش عارف أكون منطقة صح يعني. اللي فيها الايفنت بتاع بلاك هات هو مشوار طويل صراحة، تقريبا حوالي 70 كيلو بالعربية سواقة. فكانت موضوع صعب شوية. فتقريبا حوالي 55 دقيقة من الرياض لغاية المنطقة هناك. وبصراحة كان الريجستريشن حاجة في قمة المتعة، يعني أنا فاكر إن أنا ما خدتش تقريبا حوالي 5 دقايق عملنا ريجستريشن وخلصنا الدنيا كلها. ودخلت بلاك هات. زي بلاك هات اللي بيحصل في كل دول العالم اللي أنا بتفرج عليه في الفيديوز بتاعتهم لما بينزلوها في الويب سايت بتاعتهم. لقيت بلاك هات الشرق الأوسط نسخة منه بالظبط. في ناس من مختلف الفئات العمرية، في ناس من شركات كبيرة جدا زي مايكروسوفت زي ابل زي ناس كتير جدا من شركات عالمية كانت مشاركة عشان يا اما تدي توكس، يا اما بتتكلم عن شركاتها والخدمات اللي بيقدموها، يا اما في ناس كانت بتعمل زي اويرنس، حاجات كتير جدا. انا استفدت بشكل كبير جدا بصراحة، لان كان الموضوع غني جدا. ان انت عندك تو هولز، هول 1 وهول 2، بمساحه تقريبا على ما اتذكر كانوا بيقولوا 70 كيلو متر مربع. طبعا المشي جوه في الايفنت كان صعب جدا بصراحه، الاعداد كانت كبيره. بس دي ما كانتش حاجه وحشه خالص، يعني انا كنت مبسوط جدا ان انا كل ما بمشي بقابل ستارت ابس كتير، وقابل شركات كبيره، وقابل ناس بتتكلم في البروجكتس بتاعتها، بروجكتس معموله بالاي اي، بروجكتس معموله بتسبورت الاويرنس او الحاجات اللي ليها علاقه بتوعيه الموظفين بشكل عام. ودي حاجه كانت جميله جدا بالنسبه لي. آه، كان في مسابقات كتير قوي 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 قوي، لدرجه ان انا تاني يوم ما صورتش فيديو لان انا كنت مشارك في مسابقه. و... وشاركت في مسابقه انا واكتر من حد من صحابي. يعني كان في مثلا اكبر مسابقه كانت بالنسبه لي انا، وكانت فور فن وكانت جميله، بتاعت ارامكو. ارامكو كانوا عاملين مع سايبراني اللي هي الشركه السيستر كامباني بتاعتها، كانوا عاملين مسابقه اول 20 مركز بيكسب. كانوا عاملين 4 تشالنجز: ويب وكريبتو ونتورك وويب. وكانوا سهلين، يعني انا كنت شايف ان هم كانوا ما فيهمش اي صعوبه. والمركز الاول كان بياخد ايباد او بلاي ستيشن او حاجات كتيره جدا. والموضوع كان جميل، يعني انت عارف بتخرج كده وتدخل الايفنت تلاقي الدنيا لذيذه كده وناس بشوشه بصراحه. وكنت مبسوط جدا ان انا شاركت في حاجه زي دي. تاني حاجة بصراحة السواجز، الناس كانت بتوزع سواجز كتير جدا. يعني أنا كنت من المحظوظين إن خدت سواجز من هاكر وان ومن اي ان اي ومن أكتر من شركة. خدت منهم سواجز كانوا لطاف جدا ورحت اشتريت الميرش بتاع بلاك هات. ودي مش حاجة مش عجباني بصراحة، لأن الميرش ما كانش خامته ما كانش أحسن حاجة. خلي بالك عشان هي دي حاجة من الحاجات اللي بجد اللي كانت سخيفة. والميرش كان غالي، كان تقريبا ب $50.
فما كانش احسن حاجه بالنسبه لي. نروح بقى للجزء اللي انا كنت متحمس ليه جدا. الجزء اللي انا كنت متحمس ليه جدا السي تي اف. السي تي اف كانت في 3 سي تي اف. في بلاي يارد اللي هي السي تي اف الكبيره، وفي الفيديو ده هتلاقيني مسجل مع واحد من تيم اودن، التيم الكوري اللي كسب المركز الثالث. كسبوا تقريبا مبلغ حوالي 100,000 ريال سعودي. والتيم ده يعني كان عبقري. انا بالنسبه لي كنت ببقى بعدي قدام البلاي يارد كل شويه الاقي مكتوب ان هم فيرست بلود، حلوا ماشين، اول ماشين حلوهم لوحدهم. والتيم كان مذهل بالنسبه لي بصراحه، يعني في ناس كتير جدا كسبت. هوريكم تفاصيل كتير جدا في الفيديو ده. المسابقه كانت جزئين. في بلاي يارد كان في تيمات سعوديه وفي تيمات الجلوبال تيمز. فكان في يعني جوائز للتيم السعودي لاول 5 تيمات سعوديه، وللجلوبال تيمز بشكل عام. ده كان الجزء الاولاني. الجزء الثاني كان في الجونيور بنشن تيستر، جونيور باج باونتي هانتر. كان عاملين لهم تشالنجز ويب ونتورك وكده، وكان اللي يجيب ثغرات في الويب سايتس دي كان بياخد تقريبا من اول 10,000 ريال لغايه 5,000 ريال تقريبا للمركز الثالث او الرابع، حاجه زي كده. وكان في طبعا جايزه افضل تقرير وجايزه افضل ثغره، وكان في حاجات كتير جدا. يعني انت كنت مجرد ما تمشي كده تلاقي جوائز ناس بتوزع في حاجات تانية غير الاجواء. بصراحه اللي كانوا عندنا في المكان الاجواء كانت ممتازه. يعني بصراحه انا يعني ما كنتش عارف اروح فين وفين. يعني انا كنت الكالندر بتاعتي على الموبايل، في برنامج كانوا اسمه بلاك هات مينا بتنزله على الموبايل. البرنامج انا كنت حاجز توكس، كانت بتيجي في مواعيد توكس تانية، فانا كنت بروح احضر حبه هنا وحبه هنا واقعد الف على التشالنجز. فانت بتبقى قاعد في حيره كبيره كده اللي هو يا جدعان انا اروح فين، من هنا ولا من هنا، فاهم؟ كان في توكس بصراحه باشمهندس محمد السيد و... وكذا حد من الشباب بتوعنا المصريين اللي كانوا اللي شغالين في مانديانت. كانت توكس عبقريه جدا بصراحه. توكس لاول مره يعني اسمع توبكس زيها. في ناس كتير جدا قدوا توكس بصراحه عجبتني جدا. يعني كان في حد كان بيتكلم عمل بنشن في اليوم اللي نزلت فيه البج بتاعت الرياكت سيرفر، شرح البروف اوف كونسبت بتاعها. الناس ابديت جدا بكل حاجه احنا بتحصل حوالينا. فدي حاجه بصراحه كانت مبهجه ان انت تبقى مع ناس very updated very professional. وخلينا نشوف، يعني خلينا نشوف بقى بعد كده الفيديو هيودينا فين. ده الوقت ده الوقت اللي بيوزعوه في الجوائز للمتسابقين من التيمز السعوديه اللي كسبت. تعال نبص عليه. صور بس، صور بس. شكرا يا شباب. Welcome
For the fourth place. The fourth place of Capture the Flag competition with 60,000 riyals. Put your hands together for Gabber Susan! He's here. Oh, that's the name. Nice! Well done, guys. Congratulations on making it. Here. Please sit here to stand behind them. Yeah. Yeah. And where are you guys from? This team is from Korea. Give them a round of applause. Thank you very much. Stay on stage with us for the photo later. And now, for the third place winner with 100,000 riyals. Put your hands together for Odi! You know you were winning, huh? Congratulations, guys. 3 set, 2 stand. Two stands behind, 3 sit in front. Yeah. Where are you guys from? Another team from Korea, Hayom! Thank you very much. And now, for the second place winner with 200,000 riyals, approximately $15,000 from Capture the Flag 2025, brought to you by Salama SPCA Dawu. Put your hands together for Ray Gabay! This is both noting that this team is #1 in China. And now they are here winning the second place of Capture the Flag. تحية كبيرة للفريق ريكابي. Congratulations, guys. And last but not least, the winner of the Capture the Flag Cup and $80,000. Alpha, Chile, Chile. The winners are المركز الأول في كابتن الفلاج 2025. Yeah, what's this? Congratulations. He just won a lot of money, so thank you. We're good. Let's go. The rest of the teams in the group photos. Come closer, please. تحية كبيرة. Just move to the left. It's fine. Sit again. يلا بنسوي الكاونت داون. نعطيهم أكبر تحية للفائزين في مسابقة كابتشر ذا فلاج. And when I say zero, you hold the sky.
بعد ما خلصنا المسابقة سجلت مع واحد من تيم أودن اللي كسب المركز الثالث بمبلغ 100,000 ريال سعودي. وتعالى نشوف اللقاء كان عامل ازاي، لأن اللقاء ملهم جدا لأي حد بيبتدي في الباج باونتي أو في السي تي اف أو في السايبر سيكيورتي بشكل عام. يلا بينا. Thank you very much. Can you introduce yourself and tell me how you first started in CTF's competitions? Actually, me and our team is from South Korea, and the company named NQ Whitehead. Yes, and also I started the CTF. Actually, I started like hacking when I'm in the university, from the university. Yes, and also I started the CTF because my major is cybersecurity. I run like the crypto. Like crypto, bone. Yeah, I run like crypto and reversing. I have to answer like I'm yet because I don't know it's my past or not. Or now I'm not sure the cybersecurity is my past or not. I learned like 4 or 5 years, but I'm not sure because it's too hard and too confused like that. For me, I grabbed the crypto challenge. So today there's one challenge like we have to crack the Python random. Yeah, it is like tough challenge because in my company my field is not related to crypto. I'm just like related to pawn and reversing, but just for the CTF and just for fun, I'm in the crypto field. Yeah, so it's these days I participate to like 2 or 3 times per year, like only DEFCON and like big one. Yes, so it's like hard challenge for me. Our team is directly sliced for each part. For me, like crypto, there are 2 members for pawn and reversing, and 1 member for forensic, and 1 member for web. And there's 1 tag for the AI, and for AI it's too hard, so we didn't solve that. But yeah. Actually, for all of my team is really good at the reverse engineering. So if one person do like all solve their part, we can help the reverse engineer or the pawn challenge. And also, so reverse engineering is really important part. And also these days using AI is really, I think it is really good because our team also solved a lot of challenge by using the LLM agents. Yes, AI agents like cloud code, like something like that. Yes. So I think these days CTF is really related to the AI. Actually, CTF is really easy to start because there's many challenge in the like GitHub, or every week the CTF is opened, and there's easy challenge and also the hard challenge. And after the CTF end, all write-ups and all solution is open. So don't be scared and just try. And if you're the beginner, I guess you have to spend like 1 or 2 years to start because these days the cybersecurity and CTF is too hard. Okay. So, actually, our team is from the NQ Whitehead company, and they 100% support us to come here, like airplane or the accommodations, something like that. Also, they're really free to. They support a lot of things for the CTF, for our team. Yes. My last question. When we first see the new challenge, we separately, based on the tag, like when the reverse challenge open, then our reverse man will catch that. And firstly, for this time, we run the AI agent, like Cloud Code, for analyzing it, and is there any vulnerability in there, or yes. And 2 or 3 challenge, like when I just asked for the LLM, they just make the exploit code and they just give me the flag. Yes. CTF is not 100% related to the cybersecurity work because it's a few different. Because for the work part, we don't know that the real vulnerability is
is there or not, but CTF has the vulnerability, so it's feel different. But these days, CTF is more harder than the real world, I think. Are you have any cybersecurity certificate? Sorry. Are you have any cybersecurity certificate? No, because in my opinion and our team think, same as me, that the certification is not really important for a cybersecurity like engineer or researcher. Just find the vulnerability and get some CVEs, or yes, I think certification is not really important for the researchers. Yes. Thank you for your time. Yeah, thank you. Bye bye. وبس كده، دي نهاية الحلقة. وإن شاء الله هقدر كل فترة كده أنزل جزء من الحاجات اللي كنا بنشارك فيها في بلاك هات، على أمل إن احنا نقدر نكفر كل حاجة. الفيديو ما كنتش حابب إن هو يبقى طويل، وعشان يبقى فيه استفادة أكتر. وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية في الإيفنت الجاي، والسلام عليكم.